فاشل لحد بيعملوا عرس. الحمد لله الطيران، السيادة الجوية السودانية والاستراتيجية، محاصن الجنجويد ومحلات الجنجويد حول الفاشر، تم بل الجنجويد بل تمام. والطيران الاستراتيجي المسير مغطي سماع الفاشر، الحمد لله رب العالمين. 4 مسيرات استراتيجية ثابتة في الفاشر، أي طيارة ماسكة اتجاه والمدى بتاعهم بعيد شديد، وبل في الجنجويد وبل في البيوت اللي قاعدين فيها الجنجويد وفجق. قد ما قالوا جاي هناك عرب، والآن دقوهم لحد معاقلهم في زمزم، بل زي البل، فتك زي المتك. القواعد بتاعتهم ومحل الراجمات حقتهم والدفاعات حقتهم اللي عملوا السورة اللي عملوا كده فجق فجق. ناس ارتعب، اسمع اللي بي 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 بل يا ادي تاني يا صاحبي ولا تمتنك. ها الفاشر قربنا لكم يا افريقيا، قربنا لكم ان شاء الله، ان شاء الله جيشنا قربوا الجماعه. مليت كيف؟ مليت ده خليها بالنيه بس، جقم فتك متك. اسمع ذيل الجنجويد. الجنجويد طبعا عندهم طوابير، الطابور الخامس طبعا قاعد في كل حته يا جماعه. الطابور الخامس ده قاعد في اي حته، في اي حته الطابور الخامس فيه. في ناس بينقلوا للجنجويد ديل المعلومات، المتحركات، عدد العربات، السلاح الجديد، السلاح النوعي، ده نحن عارفينه. لكن احنا كمان دايرين الناس ديل هنقبض الناس الموجودين في الرويد. الطابور الخامس الموجود في الرويد ده لما انت ترسل الرساله وده بفلان وتقول لك امي فلان كلمني وناس فلان كلموني، والرساله دي لما تمشي كثير هنقبض فلان ده سريع، هنقبضه. نسمع الرساله. يلا يا مرسال، تحية لك وتقدير وبارك الله فيك. وانت طبعا انا المعلومات دي كنت بوفر لك كثيرا، وانا اريد من داخل الأويد مدينا طبعا نقل مباشر صادق جدا، وكان نحن متفقين معاه اذا كان مرفوع يعني داخل الأويد حتى بيتزاد جوا الأويد واولادها زيداي قريب ناس اعمال الديلك، يعني زيداي من اولاد زيد. شوف اكتينا بقى مالك. اصبروا زي عمال مركز وما عنده اي حاجه اسمها. يا مرسال، تحية لك وتقدير وبارك الله فيك. وانت طبعا انا المعلومات دي كنت بوفر لك كثيرا، وانا اريد من داخل الأويد مدينا طبعا نقل مباشر صادق جدا، وكان نحن متفقين معاه اذا كان مرفوع يعني داخل الأويد حتى بيتزاد جوا الأويد واولادها زيداي قريب ناس اعمال الديلك. راجل طبعا ما له مركز وما عنده اي حاجه اسمها ولا لف ولا في شيء في حاجه، ونقول هذا مباشر. يلا المعلومه هو الان زي ما رسلوها لكم الان، الناس دي طبعا جمعوا يعني كم مهول جدا من الجيش وعتاد حربي زي ما يقولوا متقدم متطور، حتى انهم نوع من المدفعيه جربوه في جبل الحشاب. جبل الحشاب ده جنوب كده من الكويت والشارع حق الدبيبات. بعد انت لو مشيت بشارع الدبيبات بتجي جبل الحشاب في كل هناك، بتطلع وتلقى هناك الهدف، الهدف اللي ماشي على الحمادي. جربوه هناك هم كمان اسمع نزاته، والناس دي ماشيين على حسب خطته هو. يعني ما اشار لي بارة، لكن البارة دي اداني لها كثير الصباح، وندور البرنامج ده كله كباشي. فجزء منهم يمشي بالخط بتاع الدبيبات والثاني جايب الطيارة، وكل المتحركات دي هي متحرك 150 عربية، وعندهم القوة الاحتياطية بتاعت الالتفاف، القوة الاحتياطية بتاعت الالتفاف، ومعولين عليه، عارفين انه يوصلوا به الدولة إذا خسروا هم يقولوا بالتعريف الثاني ما عندنا أي طريقة نتقدم ثاني بالشكل. بتاعت الالتفافات دي عاملينها مجرد ما دارت المعارك. بعد شوية طبعا احنا ناس
حساب، 1000 حساب، 1000 حساب، يعني محركة أبواب مارة. كده ممكن يمشي لحد كده، يمشي طبعا باستخدام الصميمة ده، والنهوض ماشي فاشل. يعني ده طبعا شغل مؤامرة عديد كده. طيب الرسالة دي لما تركز فيها وتجيب المنشور اللي جابه المفبرك انه قواتهم تنسحب، بوريك انه كلام تنسحب دي يعني ده كانت خطه للجنجويد. ما في اي نوع من الانسحاب، قدر انه زيك ان شاء الله كويس، ما في اي خطه بتاعت انسحاب. الخطاب بتاعت الانسحاب ده خطاب تضليلي. ورسالتنا للنشطاء ما في دول يشيل انه الجنجويد دارين ينسحبوا، ده كذب ونفاق. الجنجويد ما عندهم انسحاب. الجنجويد يا يسلموا يسلم للمشتركه. الكلام ده غير صحيح، الكلام ده ذاته غير صحيح. ده كله عشان انت تشتغل شغل برا من خط التماس حقك. ده كله عشان تشتغل شغل برا من شنو؟ التماس حقك. والناس تنتبه. اي قريه، اي منطقه انت خشيتها، اهم حاجه تعملها تشيل الشرايح بتاعت التليفونات، شيل الشريحه وامسح الواتساب وامسح الماسنجر ورجله تليفون. والحريم بالذات اي قد ما تقول لي زول راعي لقيت راعي اتصور معه، ما في كلام زي ده زول. كلام زي ده ما في. الخطط بتاعت الجنجويد معروفه والناس تشيد حيلها. الخطاب بتاعت انه هم دارين ينسحبوا ما دارين ينسحبوا ده خطاب تفضيلي ساكت. لكن دي الخطابات حقيقيه، ده كلام حقيقي ده. يلا يا مرسال، تحية لك وتقدير وبارك الله فيك. وانت طبعا انا المعلومات دي كنت بوفر لك كثيرا، وانا دولت من داخل الأويد مدينا طبعا نقل مباشر صادق جدا، وكان نحن متفقين معه اذا كان القوه يعني داخل الأويد حتى بيتزاد القوه الأويد من اولادنا زي ده قريب ناس اعمام الدلق راجل طبعا ما ركزوا ما عنده اي حاجه ولا ولا دولار الا يشيل حاجه ونقول نقل مباشر. يلا المعلومه هو الان زي ما رسلوها لكم الان، الناس دي طبعا جمعوا يعني كم مهول جدا. وشوف الخطاب هناك بيقول لك الناس تنسحب من النهوض ومن الخوي ومن ام سميمه. وهنا في الرساله دي الزول اللي بخاطبه ده مركز النهوض. وقع عليك الكلام ده؟ يلا يا مرسال، تحيه لك مرسال ده في النهوض. وانت طبعا في النهوض. انا المعلومات دي كنت بوفر لك كثيرا. نعيدها ثاني. يلا يا مرسال، تحيه لك وتقدير وبارك الله فيك. وانت طبعا في النهوض. انا المعلومات دي كنت بوفر لك كثيرا، وانا دولت من داخل الأويد مدينا طبعا نقل مباشر صادق جدا، وكان نحن متفقين معه اذا كان القوه يعني داخل الأويد حتى بيتزاد القوه الأويد من اولادنا زي ده قريب ناس اعمام الدلق راجل طبعا ما ركزوا ما عنده اي حاجه ولا ولا دولار الا يشيل حاجه ونقول نقل مباشر. يلا المعلومه هو الان زي ما رسلوها لكم الان، الناس دي طبعا جمعوا يعني كم مهول جدا من الجيش وعتاد حربي زي ما يقولوا متقدم متطور، حتى عندهم نوع من المدفعية جربوه في جبل الحشاب. جبل الحشاب ده جنوب كده من الكويت بالشارع حق الجبال. بعد انت لو مشيت بشارع الجبال تجي جبل الحشاب في كل هناك تقطع تلقى هناك الهدف الهدف اللي ماشي على الحماقي. جربوا هناك هم كمان اسمها نزال، والناس دي ماشيين على حسب خطته هو. يعني ما أشار لي لبارة، لكن البارة دي اداني لها كثير الصباح، وندور البرنامج كله كباشي. فجزء منهم يمشي بخط العدلات والثاني جايب الطيارة، وكل المتحركات دي هي متحرك
بتاعت الالتفاف عندهم القوة الاحتياطية بتاع الالتفاف ومعولين عليه على انه يصلوا به الدولة اذا خسروا هم يقولوا انه احنا ثاني ما عندنا اي طريقة نتقدم ثاني عشان كده يا اخي الناس عم تكون صاحية وبالذات مع القصة بتاعت الالتفافات دي عاملينها بمجرد ما دارت المعارك بعد شوية طبعا احنا ناس خرجوا لفظة الجهاد ولا صابوا الإرهاب معارضات فوق الإرهاب لأنه هم كمية كبيرة جدا ناس تعمل 1000 حساب 1000 حساب 1000 حساب يعني المحرك ده هو معرض كده ممكن يمشي لحد كده يمشي طبعا بأهداف السينما ده هو النهوض ماشي فاشل يعني ده طبعا شغله مؤامرة عادية كده. طيب هنا الدليل على الرسالة دي الخطاب اللي عملوه ده الأول ده خطاب تمويه أجينا تكلمنا فيه في أول اللايف يعني موهوا أن هم دارين ينسحبوا ويسحبوا قواتهم ده كذب ونفاق. أنا قلت لك ده كذب ونفاق وهسي دي رسالة رسلوها الشباب بيوريك أنه الناس دي هم الرسالة. شوف الرسالة دي والرسالة الفوق دي ودي الناس دي اخواننا جاهم كباشي واقنعهم انه بيطلعوا على حسب المعلومات اللي وردتنا بيطلعوا ب4 محاور. محور بيمشي بارا ومسميمه وفي محور بيطلع باتجاه الدرج وبعد ذاك اي قوه بتكون عندها قوه التفاف. الناس تحذر من التصوير وتحذر من الغنائم يا جاهزيه يا اشاوس تخلوا بالكم والناس ما تطارد ما تجري شديد يكون في قوات تغطي والناس ما تصور وتحذر الغنائم ما تصور اصلك وتحذر الغنائم. اي قوه تكون عندها على ال3 محاور ولا 4 محاور حقت بلده يكون عندها قوه بتاعت التفاف. عشان كده انت تقوم تعمل الاتي نهايه لا تصور ولا تطارد الغنائم. تسلم وتكرم الله يديكم الصحه والعافيه. يعني الليله لو ما طلعوا محتمل انه يطلعوا بكره. الله ينصرنا يا شاوس والله ينصرنا والله ينصرنا ونصر قريب ان شاء الله باذن الله تعالى. بلده الفضل ديل والله ديل ما ناس دواس ما يقدروا يداوسوا نهائي. اذا كان الناس رتبت الصفوف تمام ورتبت الصفوف صح والله ما بيقدروا يداوسوا. تسلم وتكرم الله يديكم الصحه. دي الرسائل الاثنين ديل ورينا انه الخطاب اللي عمله بتاع الانسحاب خطاب تطبيقي. وقع عليك كلامنا ده يا جيش الكلام ده وقع جات رسالة تانية ممكن نفسي دي ذات شباب. طبعا الناس دي خطتهم الجديده الليله ناس الحركات دي مرقوا من الابيض. طبعا الناس دي جاهم قبيل كباشي كويس معك. اسمعوا كلامي ده كويس ان نقوله لكم ده. الناس ده كان عندهم خلاف كان حق عربات. الخلاف حق عليكم السلام عربات ورحمة الله. كويس. قالوا يا اخي الضباط ده بدوهم العربات وفزوا بخلوهم. بيركبوا الكروزرات هم بيركبوهم العربات الكبيره وفزوا بخلوهم. كباش يسع وراهم واتهم التفاصيل وعمل لهم حوافز. والناس دي الخطه كالاتي. اول حاجه ناس الجيش ال 300 عربيه الاتجاهات الرهد كان قالوا ما بمشوا. ديل 300 عربيه جايات هجمات بطريق العياره البعود كويس معاك بالزلط بتاع الابيض الضغري ده. واما ناس الحركات هاجمين بكازجل وناس درع النسوان هاجمين بسياله. المعلومه دي اخواننا معلومه مهمه وارجى تشيروها في كل الجروبات. اي في كل الجروبات. اي الناس دي الخطتهم الثلاثه دي. اول حاجه كازجل القعود ام صميمه كويس ام سياره. ديل الهجوم 3 ب3 محور. والان ناس الحركات ديل كلهم مرقوا من الابيض. مرقوا من الابيض قالوا في 90% يهجموا بكره الصباح. اي من مصدر موثوق يا الرسالة دي شباب من أمس المعلومه دي طبعا يلا سيروها في كل الجروبات. دي من أمس فهمتوا؟ أنا الرسالة دي أمس لقيتها لكن الرسائل الاثنين ديل حقات الليلة. يلا بوريك الجنجويد ده الرسالتين ال3 رسائل دي كلها بتوريك انه الجنجويد هم قاعدين في اماكنهم ودارين يدافعوا لكن احنا دارين نركبهم في محلاتهم.